وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متتبعي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في قناتكم وصفات أم خليل. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم بطاطس مقلية مقرمشة بشكل حلزوني اللي كتجي قمة في الروعة، لذيذة صدقوني، يحبوها الكبار وأيضا الصغار. واللي لحد الآن مازال ما اشترك يضغط على زر أحمر اشتراك وفعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم كل جديد فيديوهاتي بحول الله. بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير وطريقة التحضير. كناخدو 3 الحبات ديال البطاطس يكونوا بحجم متوسط. من بعد ما نكونوا سلقناهم بقشورهم كنقشروهم وكنبداو هكا كنمعكوهم بطريقه جيده. ضروري خصنا نمعكوهم بطريقه جيده، ما نخليوش شي تكتلات باش هكا فاش نجيو نشكلوا البطاطس ديالنا تشكل معنا بشكل سهل. هنا كنضيفوا بيضه كامله من بعد ما نكونوا طربناها. كنضيفوا واحد مثلث ديال الجبن، واللي عندها جبن بارميزان تضيف ملعقه. عندي هنايا نصف ملعقه صغيره ديال بهارات مشكله، كركم، زنجبيل وبابريكا. عندي هنا 3 ملاعق كبار ديال النشا، وايضا 3 ملاعق كبار ديال الحليب سائل. كنضيف ايضا القليل ديال القزبر وكنحرك الكل جيدا. فهنا من بعد ما تحركوا الخليط، اذا شفتوا انه يعني الخليط ديال البطاطس جاكم مطلوق بزاف، يقدر تضيفوا ملعقه اخرى ديال النشا. فهنا انا نسيت ما ضفتش الملح، غنضيفها حتى للاخير، فايضا ما تنساوش تضيفوا القليل من الملح. كنمزجوا العناصر كلها جيدا، وهذا هو الشكل ديال البطاطس يعني اللي نتحصلوا عليه. عجينه متماسكه، ماشي مطلقه مزيان، او ايضا ماشي قاصحه بزاف باش نقدروا نشكلوها في المقلاة. كناخذ واحد البوش او جيب حلواني، كنوضعوا فيه كميه من الخليط ديالنا وكنقطعوه بالمقص، يعني تقدر يكون صغير باش هكذا ما تخرجش معنا البطاطا غليظه بزاف. وكنوضعوا الزيت فوق النار اللي هي متوسطه. كنختبروا الزيت واش سخنات بالقليل من خليط البطاطس باش كنشوفوها هكذا كدير فقاعات، فيمكن لينا نشكلوا الخليط ديالنا. كنشكلوه على شكل حلزون، هو كيتشكل معنا بطريقه سلسه هكذا. باش قلت لكم يعني خص تمعكوها مزيان باش ما يبقاوش عندنا فيها تكتلات اللي تقدر ما تنجحش معنا في وسط المقلاة. فانا كنشكلها بطريقه حلزونيه وكنخليوها كطيب على نار اللي هي متوسطه، ما نجهدولهاش باش ما تحرقش معنا. فمن بعد ما كنبقاو كنلاحظوا بان البطاطا ديالنا بدات كتعطي لون ذهبي، فهنا نقلبوها وهي كتقلب معنا بطريقه سهله. وكنخليوها كتحمر ايضا من الجهه الثانيه. فمن بعد كنحيدوها وكنحطوها فوق ورق المطبخ، وكنوليو كنستمروا بنفس العمليه حتى كنكملوا كل الخليط ديال البطاطس اللي عندنا. فهي طريقه سهله جدا وكتجي ايضا لذيذه وكتعجب الصغار والكبار. تقدر ترافقوها باي صلصه، سواء مايونيز، كيتشوب او لا صوص الجيريان. فاللي حد الان ما اشتركش يضغط على زر احمر اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فيديوهاتي بحول الله، ولايك الفيديو اذا عجبكم. هذا هو المنظر والشكل ديالها النهائي. كتجي مقرمشه ولذيذه ورائعه، يعني كلمه رائعه قليله في حقها. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق ورافقوها باي صلصه بغيتو.
نقدم لكم اليوم وصفة سهلة للسوبة أو حساء الخضر، فهي سهلة جدا وكتجي بنينة في نفس الوقت، متاخدش معنا بزاف ديال الوقت أو مجهود، وبمكونات اللي موجودة في البيت، يعني أي نوع خضرة تقدري تستعمليه. فبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. هنا بالنسبة للخضرة عندنا بصلة، عندنا هنا كوسة خضراء، عندنا 2 حبات ديال الجزر، الكمية كتبقى على حسب عدد الأفراد الأسرة. عندنا بطاطس حبتين صغيرتين، عندنا حبة طماطم كبيرة، وعندنا هنا ملفوف أو الكرم، يعني كل واحد شنو كيسميه على حسب المنطقة ديالو، فما كنكثروش منه لأنه كيطلق لينا الخيوط. هنا بالنسبة للخضر كيبقى اختياري، أي خضرة متواجدة عندكم تقدروا ديروها إلا الباذنجان والفلفله، لانه كيعطي واحد المذاق ماشي بالنسبه لي انا ما كيعجبنيش في السوبه. كنزيدوا عليه لتر من الماء وجوج فصوصه ديال الثوم وشويه ديال القزبر والقليل كذلك من الملح. هنا انا ضفت واحد المربع ديال بنه البقر، ما كنضيفش العطور نهائيا من غير ربع ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود. فهنايا الخضره يعني لازم تعطي المذاق ديالها، ما كنضيفش اي نوع ديال البهارات اخرى، يعني كنكتفي فقط براس ملعقه ديال الفلفل الاسود مع مربع بنه تاع البقر. فكنضيف لها القليل من زيت الزيتون، كنديرو هكا طيب. فمن بعد ما كيولي الماء النصف ديال، انا درت هنا لتر ديال الماء، من بعد ما ولا لي النصف اي نصف لتر، فهنا كنقوموا بالطحن ديالها، كنحاولوا نطحنوها مزيان بلا ما نصفيوها. فهي ما كتاخذش منا الوقت بزاف، ربع ساعه كتكون واجده، وهي كتصلح في رمضان بالنسبه للصائم او كتصلح في هذا البرد هذا. فهنايا يمكن لكم تضيفوا ليها الزعتر، انا ما كانش متواجد عندي صراحه الزعتر او اكليل الجبل ازير، فهو كيتواتى معها بشكل رائع. فكيف كتشاهدوا ما فيهاش قوه المكونات بزاف او البهارات باش تجي ثقيله، فهي كتجي بنينه صدقوني. نتمنى انكم تجربوها وتعلقوا في لي كومونتير. ما تنساوش البنات لايك الفيديو اذا عجبكم طبعا، وكنرحب بكل المشتركين الجدد. ما تنساوش الضغط على الزر الاحمر للاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هكا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.